اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني جدا جدا يا حبايبي. النهارده بقى جايبه لكم يعني الاعشاب المهمه جدا في الشتاء. طبعا في حاجات كانت عندي وحاجات كنت لسه شارياها. نصلي على النبي ونذكر الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. طبعا اللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي ما عملش لايك يعمل لي لايك. ما شاء الله تبارك الرحمن، مجموعه اعشاب مفيده جدا جدا. انا جبت لكم اهم حاجه، يعني اهم اعشاب تقدر تجيبوها في البيت وما تضركوش، يعني حاجه مفيده وحلوه جدا. نصلي على النبي ونذكر الله كمان، ونبتدي مع بعض المكونات اللي معانا، وتقدروا تختاروا منها كام حاجه يعني. طبعا النهارده مش هقدر اقول لكم على كل حاجه في الاعشاب دي فوائدها، لانه ما شاء الله ان انا جمعت لكم مجموعه حلوه، يعني ايه كتار يعني. ممكن يكونوا موجودين عندكم في البيت، وممكن اول مره تسمعوا عنهم. نعملوا له لايك الاول ونبتدي مع بعض الفيديو. معايا هنا المورينجا. طبعا عشبة المورينجا دي اول مرة انا استخدمها، لسه جايباها. يعني انا جبت الحاجات اللي عندي دي جبتها من عند الرسيني، تقدروا تشتروها من اي مكان تاني، ممكن يفرق في السعر. يعني انا بس عشان كان قريب من المحل فاشتريت. دي عشبة المورينجا، شايفين شكلها. الكيس ده حوالي 50 جرام ب11 ونص. وهنا دي نجمة اليانسون، مفيدة جدا جدا جدا. انا سمعت واحد بتاع اعشاب يعني ما شاء الله اتكلم على الحاجات، يعني الحاجات اللي انا جايباها النهاردة. دي نجمة اليانسون حوالي 100 جرام ب6 ريال. ما شاء الله، يعني كمية حلوة تقعد معاكي فترة. طبعا الشتاء لازم لها حاجة سخنة كل يوم، بس طبعا الحاجات دي مش تستخدم اكتر من مرة في اليوم. دي بقى حاجة اسمها النونخة. دي واحدة سعودية جارت لي عليها، مفيدة جدا 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 يا بنات. وبيعملوا منها خلطة او تركيبة، يعني بيحطوا معاها حاجات تاني من يعني النونخة دي ومعاها حاجات تاني، ويشربوها ايام الدورة او ايام النفاس. دي باذن الله هعملها لكم فيديو لوحديها واوريها لكم. مفيدة جدا جدا، بتنظف الرحم وبتنزل الوزن كمان، وبتنظف الجسم من اي دهون ورواسب. دي بقى قشر القهوة. بصوا يعني انا مش عارفة اوصف لكم قشر القهوة ده من كتر ما سمعت عنه مفيد قد ايه. انا جبته برضو عشان اجربه. ده 250 جرام. المفروض ان هو كان ب5 ريال، بس مش عارفة مكتوب عليه 10. هو الكيس الصغير ب5. دي برضو حلبة. طب الحلبة دي بقى اللي بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن محدش اختلف عليها ابدا، مفيدة جدا جدا ايام الدورة وايام النفاس، ومفيدة جدا للعظام، ومفيدة جدا للجسم. وبترفع يا جماعة الناس اللي عندها انيميا، حاولوا تشربوا حلبة كل يوم لو كوباية واحدة. بترفع الانيميا وترفع الدم على طول في الجسم. لو تفتكروا ايام النفاس اول ما بنوضع، اول حاجه بنشربها يقول لك اعملوا لها حلبه. اعملوا لها حلبه ليه؟ لان ما شاء الله الحلبه بترفع الدم بسرعه. الناس اللي عندها انيميا ولا كده تلاقيها ترفع معاها الدم بسرعه. وعلى ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا بيسموها الفريكه. مفيده جدا جدا. في عالم احكي لكم عليها. في عالم اسمه كليبر، ده عالم يعني مشهور بالاعشاب. قالك لو وضعت الاعشاب في كفه والحلبه في كفه لرجحت يعني كفه الحلبه. يعني هذا يعني ان الحلبه مفيده جدا جدا، ولا غنى عنها خالص في البيت، والاطفال والكبار يعني الناس اللي عندها الام في العظام في الجسم. يعني ما شاء الله مفيده جدا جدا. عندنا كمان البوبنج. طبعا هو كان عندي وانا كنت حاطاه في برطمان. البابونج ده بقى جميل جدا جدا لمشاكل المعده. عايزه تنامي مرتاحه، تاخدي لك واحده كده قبل ما تنامي. اعملي لك كوبايه كده قبل ما تنامي، كوبايه دافيه وتشربيها. ما شاء الله جميله جدا. هوريكم شكلها، لربما تكون لها اسم تاني يعني في مكان تاني. هو ده شكلها، اسمها البابونج. حلوة جدا، الناس عايزة تنام نوم عميق تاخد لها كوباية قبل ما تنام. حلو خالص ومريح جدا للأعصاب. دي بقى أنا أول مرة استخدمها، بس شكلها جميلة جدا. أنا خدت منها واحدة قبل ما أنام امبارح. بصوا طعمها حلو وريحتها حلوة وفيها حاجات حلوة كتير. على فكرة أنا قعدت بصيت فيها. دي اسمها الأول اسمها زهورات، اسمها زهورات شامية. أي مكان تروحي فيه على فكرة قولوا أنا عايزة زهورات هتلاقيها موجودة في كل مكان.
دي فيها مجموعة من الأعشاب، ومن ضمنها برضو البابونج وقشر القهوة والمرمرية والورق الورد، زر الورد. مش عارفة ايه تاني باجي، مش عارفاهم يعني. وفي نعناع، انا شفت فيه نعناع. دي حلوة برضو ايام الدورة وايام النفاس، وقبل ما تنامي برضو مريحة جدا للاعصاب. اللي عايز تاخد واحدة قبل ما تنام كده بتريح الجسم. حلو خالص يعني، بالذات في ايام البرد لازم لنا نشرب حاجات سخنة كتير هتريحنا. وكمان احنا يعني ايه من ضغط المدارس عايزين حاجات تهدي اعصابنا. هي ما شاء الله فيها حاجات حلوة كتير. عايزة اشوركوا شكلها، شايفين شكلها ما شاء الله تبارك الرحمن. نصلي على النبي ونذكر الله ونكمل مع بعض الفيديو. ولو لسه ما عملتش اللايك اعملي لي لايك يا جميلة. ربنا يسعدكم يا رب باذن الله. حاول يعني قدر الامكان ان انا اعمل لكل حاجه من دولت فيديو لوحديه، بحيث ان احنا ناخد يعني فوائده بتمعن. ده بقى الليمون الاسود. ليه جايبه الليمون الاسود؟ الليمون الاسود حلو جدا يا جماعه للمعده. لو انت عندك مشاكل في المعده او عندك الام في المعده، يعني ايه مش عارفه ايه سببه، عندك مغص، اكرمك الله عندك اسهال، خدي لك حبايه طحنيها وحطيها في ميه واشربيها. بس ميه ايه؟ ميه دافيه، تكون ميه سخنه وتنزل عليها الليمون المطحون، واستني تبرد شويه واشربيها. جميل جدا 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 في ايام الشتاء، واي الناس اللي عندها برد، عندها مغص، كده حلو خالص. الليمون الاسود ده يعني من الحاجات اللي جت علينا فتره وارتحنا عليه يعني، والناس اللي عندها مشاكل في القولون. عندنا كمان الجنزبيل. الجنزبيل ده بقى ما شاء الله انا شفت ناس بتتكلم عليه، يعني ما شاء الله في يعني السعوديين هنا بيستخدموه، بالذات المطحون ده بيحطوه مع الحليب في الشتاء. يعني ده مشروب شتوي معروف هنا في القصيم. لازم جنزبيل بالحليب في الشتاء، جميل جدا. وطبعا الجنزبيل مش عارفه اوصف لكم، ناس عامله عليه دراسات يعني يعني مفيد جدا للالتهابات، مفيد جدا للجسم. وكمان لو تاخديلك يعني الصبح كده كوباية جنزبيل على معلقة عسل، لو انت عندك جيوب أنفية، عندك احتقان، حلو خالص، هيهدي معاك شوية. الحاجة بقى اللي انا بقيتش استغنى عنها بسبب ان انا يعني ايه ابتدى يعني يرتفع الضغط عندي، فاللي هو الكركديه او الغجر، معرفش بيسموه في البلاد التانية اسمه ايه، بس هو اسمه كركديه هنا. طبعا انا بحطه، الناس اللي عندها ضغط عالي ما ينفعش يحطوه في ميه سخنه، انا بنقعه في ميه عاديه، ميه فتره اللي بنشربها، واسيبها لمده يعني كده 3 ساعات 4 ساعات. ويا سلام لو تنقعيه من بالليل، ما شاء الله حلو. هو عامه الكركديه اللي انا جايباه ده انا كنت جايباه من عند الناصر، ما شاء الله تبارك الرحمن. مجرد ما تحطيه في الميه على طول لونه بيجي احمر على طول. دمه حلو جدا للضغط، ومفيد جدا لحاجات تاني برضو. بس اهم حاجة اي استخدام للاعشاب ما يكونش يعني ايه تكرريه في اليوم كذا مرة، يعني ايه خليكي بعدد، ممكن يعني ايه ممكن تستخدميه مرتين كفاية في اليوم. ودي كانت اعشابنا النهاردة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وباذن الله اي حاجه عشبه تكون عجبتكم اللي انا مصوراها النهارده، حاولوا تقروا عنها بتمعن، عشان لو فيها ضرر لحد او حد عنده مشكله في الضغط العالي او الواطي. لان انا يعني ما درستش يعني كانت تضر الضغط العالي والواطي غير هي الكركديه اللي انا اعرفه ان هو مفيد للضغط العالي بينزله. فانتوا ابحثوا عن اي حاجه عجبتكم. وطبعا هم الحمد لله يعني لحد ما انا سمعت عنهم انه ما فيهمش حاجه تضر ان شاء الله. وطبعا لازم نشرب اي حاجه باعتدال. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. وما تنسوش تعملوا لي لايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش وكنتم مع منوعات ام رودي.